ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سجن كثيرا في حياته، وفي إحدى المرات وضعوه في سجن دمشق، في قلعة دمشق نفسها التي ما زالت إلى اليوم. المهم، لما زج به السجان في السجن، نظر السجان إلى الإمام وقال له: سامحني يا إمام، سامحني يا شيخ الإسلام، فوالله ما سجنتك إلا لأني مأمور، عبد مأمور أنا، أمرني الرئيس، أمرني الملك، أمرني الحاكم، أنا عبد مأمور. هذا حال معظم الظالمين اليوم، عبد مأمور. قال: فنظر إليه الإمام رحمة الله عليه ابن تيمية وقال للسجان: والله لولا أنت وأمثالك لما تجرؤوا على الظلم. يعني لولا أنت يا السجان وأمثالك من الظالمين لما تجرأ الحكام على أن يظلموا رعاياهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله. في عجالة، من قلب يملأه الألم، والله من قلب يملأه الألم، أوجه رسالة لهؤلاء الذين وكأنهم استخفوا بدمائنا، استخفوا بدماء شهدائنا، واستخفوا بأعراضنا التي انتهكت، واستخفوا بالمساجد التي هدمها هذا الطاغية بشار ومن معه، وإلى هذه القناة العبرية العربية، أو بالأحرى العبرية. يعني إلى متى ستلمعين هؤلاء الذين تسمينهم بين قوسين نجوم الدراما السورية؟ يعني حضرتك يا سيد، والله لا أعرف أسماءكم. شوفوا يا جماعة، هذا اللي كان مسلسل باب الحارة، عقيد معتز، شوف اسمع بنفسك، هي يعني جزء من كلامه بعد أن سقط النظام. يعني سؤال أنا، يعني أنت اليوم عم تبارك للشعب السوري، وبارك لسوريتي، تبارك لسوريتك؟ بإيش بتبارك لسوريتك؟ يا جماعة أنا والله ما بدي أطول بالفيديو، والله ما بدي أطول بالفيديو، ولكن أقسم بالله العظيم القلب يعتصر ألم من هؤلاء. بهذا اليوم المجيد، بهذا اليوم العظيم، بدي بارك لسوريتي، بدي بارك لكل أهلي بسوريا، بدي بارك لكل الثوار اللي كانوا على الأرض، اللي قدروا ينتزعوا سوريا من براثن هذا الغاصب. أي سوريتك اللي بدك تبارك له؟ وتظن أننا قد نسينا ما فعلتم بنا؟ لك أنت قبل ما يسقط هذا إلهك بشار بيوم واحد، وأنا ماني مخطئ بالكلمة، نعم أنتم تعتبرونه إله، لا تعتبرونه رئيس. سوزان نجم الدين مع أو ضد بشار الأسد قتل شعبه؟ عفوا؟ مع أو ضد بشار الأسد قتل شعبه؟ حاجة لهون. لحظة، وين رايحة؟ لحظة بكفي. حاجة لهون. لحظة، وين رايحة؟ لحظة بكفي. هلا بتقول لي والله مجبورين وغصب عننا و هذا الجواب مثل جواب السجان اللي حكينا بأول حلقة، مثلك مثل السجان. تبارك لسوريتك؟ واخواني احبتي اهل الشام، اهل سوريا، اللي بيحب يشوف هؤلاء، انا ما بدي اجيب لكم فيديوهات ومقاطع وورجيكم كيف كانوا قبل سقوط الاسد النجس الطاغية بيوم، لبشار وبشار وعاش الاسد يلي عن الاسد يلي خرج هيك وجوه. كفى، شوفوا هذا اللخر المكوع، يعني أنا هيك عيني على الماشي، انظر هذا المكوع الآخر، شو كان اسمه هذا؟ العقيد أبو شهاب، شكلين ما بيحكي. شوف يا عم استنيني، أخيرا هذا أشوفك يا عم. 14 سنة يا عم. مبروك يا سوريا، مبروك مبروك، عاشت إيديكم يا أبطال، مبروك يا أهل سوريا، مبروك
لكل شاب تغرب، لكل طفل، لكل بنت من سوريا تغربت وتأهرمت. يا أمي يا أمي، وأخيرا بعد 14 سنة ما بعرف خير إن شاء الله. أنا يعني ما شفت لك تصريح من بدء الثورة لسقوط الأسد 14 سنة، ما شفت لك تصريح واحد إنك وقفت مع الثورة. هلأ في ناس قالوا إنه لا، هذا الرجل فعلا كان ضرات البلد، وحضرة العبرية أنا استقبلتك ولمعتك وتأثرت كثير بدموعك، وإنه أنت فعلا كنت بتغرب وضد الأسد، بس ما شفنا لك ولا حتى يعني منشور على الفيس أو وسائل التواصل ولو بالكلام. اللي بعده شوفوا هذا المكوع، هذا أفضل واحد، هذا أفضل واحد لسه فيهم. بس اللي عرفته إنه من جماعة علي الديك وأمثاله، من النصيريين، وبدون طائفية يعني، من النصيريين. نحن أهل سنة وجماعة، اسمكم غير النصيريين. شوفوا هذا، بس فوتوا على اليوتيوب، أنا ما بعرف اسمه، والله ما بعرف اسمه، تذكرت اسمه بكتب لكم إياه على تحت بالفيديو. فهذا بس اكتبوا وشوفوا شو كان يغني لبشار، ويجعلون من بشار إله. هلأ بكل عين وقحة، بكل عين وقحة، شوفوا فورا كيف كوع، وكأنه كبسة زر كبسة وحول من حبيبه وربه بشار إلى أبو محمد الجولاني. والله الله نصرك يا أبو محمد جولاني، تاج الراس أبو محمد تنحساب. صار بده يغني لأبو محمد الجولاني. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم، لك استحوا على دمكم، لك استحوا على دمكم. شوف الثاني عباس النوري، أبو عصام واللخر وما بعرف أسماء كتير، يعني أسماء كتير إذا بدنا نعدها والله يعني بدنا حلقات يعني. وأنا بالنسبة لي شخصيا أنا بدون أي طائفية، بدون قلة أدب، ونحن ما تربينا على قلة الأدب ولا على استحقار أحد. أنا بالنسبة لي كل الفن تبعكم وكل هاي الدراما اللي بتسموها بين قوسين والسينما ما بتسوى عندي هاي باللهجة السورية قشرة بصل. كل مسلسلاتكم، كل أعمالكم انتو بشوفتوا يعني. خلينا نحط اللي صار بالثورة على جنب ونحكي على أعمالكم. بشوفتوا هاي الأمة. أنا ما عم بحكي منطلق إسلامي، لا والله، أنا بدي فائدة. الدراما تبعيتكم ربت أجيال، شو عملتوا؟ وبالأخص لما قامت الثورة صرتوا تعملوا مسلسلات أسأتوا بها إلى كل الشعب السوري. ما بعرف أسماء مسلسلاتكم، بس أكيد الأخوة اللي عم يشوفوا الفيديو هلأ بيعرفوا مسلسلات كلها عن الدعارة، ومسلسلات عن الخمر، وأصبح الخمر وتحطوه أمامكم. كمان هاي كان بشار يمكن حاطط عنصر مخابرات يمكن تحت الكرسي اللي عم تمثل عليه، والفرد براسك، ولازم تحط خمر أمامك. ومسلسلات على إنه زوجة الأخ حابة سلفة وعم تنام مع سلفة، يعني الأخ عم ينام مع مرت أخوه. هاي ما مسلسلاتكم اللي عملتوها بالثورة؟ ومسلسلات عن الضابط هذا الشبيح، وعلى أساس إنه هو يعني الدولة ما بتعرف عنه، ولمعته بالأسد، وحاولت توصل للعالم إنه لا، سوريا بلد ديمقراطية، سوريا بلد ما بده يحكمها أديان، سوريا بلد الحريات. وبمجرد أن سقط الأسد، والله قبل يمكن يعني اللي كانوا بالثورة ومجاهدين على الأرض، واللي مع المجاهدين اللي عايشين بالمناطق المحررة من سنين ويعانون من القصف والقتل وكل أنواع التجويع، انتوا سبقتوه، طلعتوا انتوا الثوار الحقيقيين، والشعب السوري ما له دريان يا جماعة. نحن ما لنا خبر تاريخكم، انتوا السوريين، انتوا الثوار الحقيقيين. يعني اقسم بالله عيب، خجلوا على دمكم. هاي التاني اللي اسمه ايش، سوزان نجم الدين يلي
أقسم بالله يعني أنا يعني أسماءكم ما بحب أذكرها على لساني. ما في غنى عنه. بشار الأسد أكيد طبعا عنده هيدا الدماغ الديمقراطي. طبعا الرئيس بشار الأسد رئيس جدا حضاري، وسوريا لا تستحقه بصراحة، وسوريا لا تستحقه بصراحة. ليه؟ هيك لأنه إنسان حضاري. والله كلمة حق أقولها لله، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. والله ما خفنا من الأسد ولا خفنا من روسيا حتى نخاف منكم. هاي كلمة حق. هدول أولادنا اللي استشهدوا وماتوا، أمهاتنا، أخواتنا، أعراضنا اللي انتهكت، مساجدنا اللي اندمرت وانتوا عم تتفرجوا. الثاني اللي اسمه سلاف فواخرجة تصورت على أنقاض حمص بعد ما خرجنا منه، والآن جايين تقولوا والله كنا مغصوبين. والله وهذا اجتماعكم قبل سقوط بشار يمكن بشهر أو باثنين معه، وفرحانين. هذا كمان مغصوبين. طيب أنا راح أخذ منكم يعني مثل ما بقولوا راح أخذكم بحسن النية، وراح صدق إنكم مغصوبين، لأنه مستحيل يقبل عقل يعني، ولكن بسايركم مغصوبين. طيب طبعا القليل بس احترموا الدماء، بداية من الطفل حمزة الخطيب رحمة الله عليه، نهاية بعبد الباسط الصاروخ رحمة الله عليه. اليوم انتو ساووكم مع عبد الباسط، يعني اليوم هاي الأسماء هدول الفنانين بين قوسين الدراما السورية، الفنانين المبدعين. يعني اليوم راح يعني الإعلام عم يشتغل على إنه يساويكم انتو بعبد الباسط. بس شوي خجلوا، فورا كوعتوا، هدوا شوي، اصبروا يوم اثنين ثلاثة. يا أخي بعد جمعة طلعوا وكوعوا وقولوا نحن كنا مضغوطين، ممكن نحترمكم شوي. بس يعني أنا مني واحد الناس رجل يعني تألم بهاي الحرب، وعشت معاناة هاي الحرب، وفقدت الكثير من أحبتي في هاي الحرب، وراضين بقضاء الله وقدره. حتى ما يفكر واحد فيكم إنه عم بتكلم لأنه مثل فلان وذهب فلان. لا لا والله، اسمعوا، نحن عقيدتنا أهل السنة والجماعة ولكم إياها مثل بيت شعر: فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، الأجل مكتوب عند رب العالمين. اللي مات بهالحرب الله اختاره ليكون شهيد، ولكن لو هالحرب ما كانت قائمة كان راح يموت بنفس اليوم بنفس الدقيقة وبنفس الساعة. بس بكفي بكفي بكفي. وبيطلعوا بكل عين وقحة بعض منهم بقول لك نحن بدنا دولة مدنية. كيف يعني بدك دولة مدنية؟ كيف؟ علمانية علمانية. يعني شو بدك؟ نساء عاريات في الشوارع؟ وشو رأيك؟ ونعمل لك شواطئ اللاذقية. شو رأيك بشي شاطئ عم نسميه شاطئ العراة؟ وبشاطئ طرطوس بنعمل شاطئ مثلا البكيني، أو ممنوع الدخول للشاطئ إلا بهيك لباس. شو رأيك؟ كيف هي الدولة المدنية اللي بدك إياها؟ لك أنت كنت تتجرأ لمن كان هذا بشار اللي كان إله الكثير منكم، كنت تتجرأوا وتفتح وتمكن بحرف، يلي خلال حرب 10 سنوات ما غادر البلد، يلي بقيادته الحكيمة قدر ينقذ هذا الوطن الغالي. لا شك وأكيد بنتخب الدكتور بشار الأسد، لا شك وأكيد بنتخب الدكتور بشار الأسد بحرف واحد. اليوم جايين تنطوا على ظهر الثوار، ومثلكم لسه في كثير من الشعب، وأنا بعرف الكثير. ما بدي لكم راح تتحاسبوا، بدي لكم وعند الله تجتمع الخصوم. أقسم بالله العظيم هي رسالة لكل شخص بسوريا، لكل شخص، لكل رجل ولكل امرأة. هن بيعرفوا حالهم مظبوط، بيعرفوا حالهم. كانوا يطبلوا للنظام
وما كانوا مجبورين يا جماعة، أقسم بالله ما كانوا مجبورين. أنا كلمة وحدة بقولها للفنانين، بس خليني أكمل الرسالة. راح أقول لكم إذا أنتم مفكرين هلأ إنه الشيخ أبو محمد أصدر العفو وقال صفحة جديدة ونبدأ بلدنا سوا من جديد، طيب إيه والله على راسي وموافقين وما عندنا مشكلة، بس بحب أقول لكم هذا العفو هو عفو دنيا، ولكن في الآخرة الله أكبر، الله أكبر. أنا من ناحيتي ما سقط حقي ولن أعفو، بس بالدنيا والله وأشهد الله ماني عامل شيء، أفوض أمري إلى الله. طبعا القتلة اللي قتلوا وتلطخت إيديهم بالدماء وقصفوا المساجد ودمروا بيوتنا، لا والله دول سيحاسبون. بس أنا بقصد ممن ناصروا بشار بالكلمة. أما أنتم يلي هلأ عم تكوعوا وتقولوا كنا مغصوبين، نعم إيه هلأ بالدنيا راح تقولوا هيك، بس هنيك بالآخرة غدا نلتقي في الآخرة وعند الله تجتمع الخصوم. لا تتذاكوا. مع أو ضد بشار الأسد قتل شعبه؟ حاجة لهون. لحظة وين رايح؟ لحظة بكفي. هل بشار الأسد قتل شعبه؟ إيش تقولي لي؟ هلا بقول ايه بعد كل شيء عم نشوفه، وما عم اقول ايه لانه اختفى او هلا انه صار عندنا حريه، لانه فهمنا وعرفنا وشفنا كم المجازر الفظيعه اللي عملها بسبنايا التي لا تصدق، شيء يدمي له القلب، يعني جد لا تصدق. كم الجرائم اللي عملها بحق المساجين اللي جوا والمساجين اللي برا، اللي برات السجن. نحن مكوعين، لا تتزاكوا علينا وتفكروا انه نحن مصدقين كذبتكم انه كنا مغصوبين. بعطيكم مثال، رياض حجاب كلكم بتعرفوه، السوريين والعرب بيعرفوه، الدنيا بتعرفوه. شو كان منصبه؟ رئيس الحكومة. رئيس الحكومة، مو فنان، رئيس حكومة. ولما قرر هذا الرجل انه يوقف مع شعبه، ما بدي اقول لك مع ثورة، مع شعبه، مع هذا الشعب المكلوم المظلوم، قدر يطلع من دمشق وهو رئيس حكومة ويتخطى كل حواجز النظام إلى درعا، إلى الجيش الحر بوقتها، إلى الأردن، وصار لاجئ مثل بقية إخوانه من الشعب السوري في شتى أصقاع الأرض، مثلهم. اليوم أنتوا بتجوا لسه النظام دقيقة إله خبر سقوطه بتبلشوا تطلعوا تبارك لسوريتي. بهذا اليوم المجيد، بهذا اليوم العظيم، بدي بارك لسوريتي، بدي بارك لكل أهلي بسوريا. بارك لسوريتي. أي سوريتك؟ لا وبكرة يلا بتعملوا لي أعمال فنية إنه كيف كان الشعب مظلوم، ووحدة تانية بتطلع تقول له الله لا يوفقك يا بشار الأسد، ما كنت متخيلة الفظاعة اللي عاملها بسجن الصيدنايا، يعني ما كنتوا عم تشوفونا ونحن عم نندبح؟ ما كنت شايفتينا يا فنانة؟ ما عم صدق، مثل الحلم، يعني بقول معقول كل هالظلم كان واقع علينا ونحن مغيبين ما بنعرف؟ ما كنت شايفتينا؟ ولا كمان كان ربكم بشار عم يقولكم انه لا هاي اعلام الجزيرة كله كذب، وعلى قولة الاعلام تبع النظام الثوار مانن بحلب، هذا ذكاء اصطناعي يمكن. حسبنا الله ونعم الوكيل. راح احكي لكم قصة صغيرة على الماشي ان شاء الله. عمر بن عبد العزيز الذي لقب بخامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، هو حفيد عمر بن الخطاب من ابنته رضي الله عنهما. لما تولى الخلافة فصار خليفة، فقامت أهل الحكم والمشورة اللي حوله بدهم ياخذوه إلى القصر، إلى قصر الخلافة في دمشق. فلما سيدنا عمر بن عبد العزيز بده يدخل إلى القصر، فبطريقه إلى القصر الجنود العسكر على اليمين وعلى اليسار صف لا منتهى له، صف طويل من الجند، أعداد هائلة. سيدنا عمر ماشي وراسه بالأرض وينظر شو كل هاي العسكر. فلما دخل إلى القصر مكان الحكم فسأل من معه، قال من هؤلاء؟ شو كل هاي الجنود لإيش؟ فقالوا
هؤلاء حرس لأمير المؤمنين، حراس رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. اسمع ماذا قال، فقال: ومما يحرسون أمير المؤمنين، من شو بيحرسوني هدول؟ قالوا فأجابوا قالوا: يا أمير المؤمنين، من عدو، من غادر. فماذا قال لهم عمر؟ قال لهم: وهل يستطيعون حراستي إذا جاء ملك الموت ليقبض روحي؟ بيقدروا يمنعوا ملك الموت من الدخول لعندي بقبض الروح؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. اسمع هون الزبدة وركز. فقال عمر: كم رواتبهم؟ قد ايه بيقبضوا؟ فقالوا: 1000 دينار أو أكثر للجندي الواحد. سيدنا عمر الله يرضى عنه من زهده، فشوف ظن إنه هذا المبلغ هو عن السنة كلها. فقال لهم: في السنة؟ يعني هاي 1000 دينار أو أكثر في السنة بيأخذها الجندي؟ فقالوا: لا يا أمير المؤمنين، في الشهر، راتب الشهر هذا. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: لهذا يهتفون: عاش أمير المؤمنين، فداك نفسنا يا أمير المؤمنين. ثم قال: ألا سحقا لولاء يباع ويشترى، ألا سحقا لولاء يباع ويشترى. ثم أمر بأن ينصرف كل الجند، وقال لهم: وليكونوا في المدينة. وزعوا المدينة دمشق. قالوا له: أنت يا أمير المؤمنين بدون حرس؟ قال لهم: أنا فيكفيني رجل واحد يقف على بابي ويدخل لي أهل المظالم. وصلت الفكرة؟ ما هن أغبياء لحتى تجوا تطلعوا اليوم وكل شوي العبرية، قناة العبرية وغيرها يلمعوكم، وانتوا حضرتكم تطلعوا لي على وسائل التواصل: ما كنا بنعرف انه النظام هيك. الحمد لله. وما كنا بنعرف مدري ايش، والله ونحن كنا مغصوبين، والله غصب عننا، وهددونا بأمنا، وهددونا بأختنا، وهددونا بأبونا. لك يلعن، لك شو بدي يحكي الواحد، لك أقسم بالله، لك هددونا بكل أنواع التهديد، وضربونا، وقتلوا أهالينا، وقتلوا أطفالنا. وأقسم بالله العلي العظيم وغدا سأقف بين يدي ربي، هدول الإيدين شالوا أشلاء من الأطفال، أشلاء شيناهم من قصر النظام تبعكم، بس ما وقفنا معه، وما قلنا مهددين، وغصب عننا. بكفي. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، لك رجاء، خليكم بفنكم، روحوا عيشوا حياتكم مع فنكم، واعملوا مسلسلات مثل ما بدكم اعملوا، بس رجاء بكفي رجاء بكفي. تقولوا بكفي تمثيل المظلومية يا ممثل يا فنان، بكفي تمثل المظلومية، بكفي. تمام، خلص انت براءة، بس بكفي لحد هون وبس. روح على بيتك وعلى شركة الإنتاج تبعك وشوف السيناريو الجديد اللي يكتب لك اياه المخرج منشان تعمل مسلسل جديد، وانتبه لحياتك. حاجة تبرر وحاجة كذب، بكفي. لك احترموا الدماء، للمرة العاشرة بقول لكم احترموا دماء الشهداء، احترموا أمهات المعتقلين، احترموا أمهات المعتقلين. هدول أمهات المعتقلين اللي عم يشوفوكم اليوم وعم يشوفوكم أمس، اللي إلى الآن ما بيعرفوا شيء عن أولادهم. لحد هون وبس. رجاء يكفي. شكرا لكم، خلص انتوا براءة. أرجوكم لهون وبس، بكفي. وصلت؟ يا ريت تفهموها وتعقلوها، يا ريت. وكما قال الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس للكذاب لي فيه حيلة. من كان يحذق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. لي حيلة في من ينم فإنني أطوي حديثي دونه وخطابي.
لكنما الكذاب يخلق قوله. ما حيلتي في المفتري كذاب، ما حيلتي في المفتري كذاب. لا يكذب المرء إلا من مهانته، لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة أدبه. لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. وصلت. سلام عليكم. وكل مودة لله تصفو، ولا يصفو مع الفسق الإخاء. وكل جراحة فلها دواء، وسوء الخلق ليس له دواء. وليس بدائم أبدا نعيم، كذلك البؤس ليس له بقاء. إذا أنكرت عهدا من حميم، ففي نفسي التكرم والحياء. إذا أنكرت عهدا من حميم، ففي نفسي التكرم والحياء. إذا ما رأس أهل البيت ولى، بدا لهم من الناس الجفا. إذا ما رأس أهل البيت ولى، بدا لهم من الناس الجفا.